بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللطيف المنان الكريم الرحيم الرحمن، والصلاة والسلام على أفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان. أما بعد، فإن الصيام له فضائل كثيرة وردت بها الآثار وتواردت بها الأخبار، ومن أبرز هذه الفضائل أن الله عز وجل كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن فضائله أن الله عز وجل اختصه من بين سائر الأعمال في أنه يجزي عليه جزاء خاصا من عنده. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ومن فضائل الصيام أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ومن فضائل الصيام أنه يكفر الذنوب والخطايا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فضائل الصيام أيضا أن الصيام جنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي وقاية. ومن فضائله أيضا أن للصائم فرحتين: فرحة عند فطره، وفرحة أخرى بهذا الصيام عند لقاء ربه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.